Good evening. How are you today? I'm fine, and you? Pretty good. Thanks for asking. So today we are going to explain the present perfect tense. دونك شنو قلنا؟ الحصة ديال اليوم غتكون على ال present perfect. ديجا خدمنا ال past simple, ال present continuous, ال present simple, وال past continuous. Good. So now we are going to talk about present perfect. So كيف ديما شنو هي لا فورم كيفاش غنشدو الفيرب ونكونجيغيو في ال present perfect. Listen. We have, as always, subject plus to have verb to have في ال present simple. To have في ال present simple plus past participle of the verb. ال past participle ديال الverb. شنو هو الباست بارتيسيبل؟ قلنا هو التصريف الثالث ديال الفيرب. لي فيرب في لونجلي كاين الانفينيتيف اللي كاين فيه تو، يعني تو بلاي، تو دو، تو ريفايز، تو بي هو الانفينيتيف. كاين الباست سيمبل اللي فيه ريجولار اند irregular verbs، وقلنا الريجولار verbs هما اللي فيهم او دي، irregular verbs هما اللي كيتبدلوا. فور اكزامبل go كتولي went، do كتولي did، have كتولي had. اوكي سو الباست بارتيسيبل هو التصريف الثالث. ديجا درناها في الحصه الفايته. سو فاطمه زهره مثلا جو شنو غيولي في الباست بارتيسيبل؟ go كان يس تولي كان. دو مثلا شنو كتولي؟ دان. فيري جود. اوكي اما لي فيرب اللي ديجا فيهم او دي كيبقاو او دي حتى في الباست بارتيسيبل. از ات كلير؟ تو بي فور اكزامبل تو بي في الباست بارتيسيبل شنو هو؟ بين. نعم دونك يكفي انكم تابيو في اليوتيوب ولا في جوجل ولا في اي حاجه الباست بارتيسيبل يعطيكم لي فيرب ديجا راهم irregular كيوليو يتبدلوا حتى في الباست بارتيسيبل. اما اللي فيهم او دي ريغولار كيبقاو او دي حتى في الباست بارتيسيبل. اما تو هاف في البريزنت سيمبل شنو هو؟ تو هاف في البريزون. يس هاف و هاز تماما. دونك هاف معايش كنخدموها مع الاي وي يو ذي، و هاز كتخدم مع هي و شي و ات ثيرد بيرسون سينجولار. از ات كلير؟ يس. سو اي تنس اي زمان تيكون عنده صا كيوردز هما الكلمات المفاتيح اللي ممكن يعني شي كلمات كنعرفوا بهم داك التنس. اوكي سو let's give an example. We have the word yet, just, since, only, no, recently. نتوما بالنسبه لكم هذا اول مره ديروا هذا التست دونك نورمال يجيكم صعيب. already for والاخرين نديروهم مع الاكزامبلز. سو فاش نشوف انا جمله فيها هاد الكيوردز عقلي اوتوماتيكمون غيفكر في البريزنت بيرفكت، حيت البريزنت بيرفكت انت كتستعملو كتكون شي اكسيون بدات في الماضي ومن بعد عندها تاثير في الحاضر. ومن بعد كنا كنشرحو بحال هكا غادي تدخلوا. سو الحل الوحيد شنو هو؟ عقلوا على ديك الكيوردز ومع الاكزامبلز غنعرفوا اليوزز ديالو الاستعمالات ديالو. اوكي سو ليتس جيف ات تراي. اكزامبل I was subject I have ندخلو الكلمة ديال just فين كتجي ما بين auxiliary have وما بين past participle. I have just عندي الفيرب finish. دونك شنو هو الباست participle ديال finish؟ yes finish غنديرو غير أودي. الريغولار verbs كيبقاو أودي حتى في الباست participle. I have just finished my work معنيتها أني يلا I have just finished my work. دونك هاد الكيورد ديال just هي اللي خلاتني ندير ال present perfect. Another example شي example آخر مثلا for example أحمد نبدلو حنايا هاد I دونك يكون عندنا أحمد مثلا have ولا has؟ has because he because Ahmed is singular male so he Ahmed has. إلا بغينا نديرو النيجاتيف يعني هاد الجملة ما تكونش affirmative بحال هكا ندخلو نوت. عقلوا بلي فاش كنبغيو ندخلو نوت في
في البريزنت بيرفكت فين كتدخل هنا من بعد تو هاف، يعني اما هاف نوت اما هاز نوت. دونك هازنت فيري جود. احمد هازنت، دونك هازنت هي هاز نوت. احمد هازنت نخدمو لي في هذا الفينيش مثلا. احمد هازنت finished his work. his work بما انه درنا النيجاتيف، شنو الكلمه اللي غتكون مناسبه هي yet. بحال فاش كنقولوا not yet يعني pas encore، ليس بعد. احمد لم يكمل عمله بعد، هذه اللي كتجي not yet. داكوغ؟ زيد كلير؟ جود. اذا كان عندنا شي جمله اخرى فيها مثلا كلمه ديال recently او لا for او لا since كتعني منذ. اوكي، سو هذه الكلمات كيساعدوا باش نعرفوا بانهم البريزنت بيرفكت. ونفس الحاله باش يكون عندنا كويشن يعني سؤال غنديرو له فيرسيون غنبداو have you مثلا ولا has he، يعني غنديرو له فيرسيون سوجي في الكويشن. نعم. Can you give an example؟ have you. بالنسبه لهذه الكلمه راه كاين ماشي غير اللي كاين، نقدروا نزيدوا مثلا الكلمه ديال never أو لا ever باقي نقري. have you ever مثلا واش ديجا have you ever يعني شنو عندنا to have موراه subject، عندنا داك الكيورد اللي دخلنا مثلا ever أو لا never أو لا شي وحده فيهم. عاد الباست بارتيسيبل هنا بنخدموا الفيرب go. شنو هو الباست بارتيسيبل ديال go؟ gone. have you ever gone to تنجير يعني واش ديجا مشيتي لطنجة؟ have you ever gone to تنجير؟ سو هذا هو الاكسرسايز ديال الدرس ديال present perfect. هذا هو التمرين. put the verbs between brackets in present perfect، يعني غنكونجيوها دابا، نضعها دابا في present perfect. بالنسبه للناس الجداد غادي يحبسوا الفيديو هنا، غتحاولوا تكتبوا التمرين وتخدموه عاد تحضروا معنا التصحيح. اوكي، سو الجمله الاولى I never see that movie. I never see that movie. I'm going to give the verb in the present perfect. Yes? I have never seen Yes. movie. Good. Donc شنو غنديرو؟ غنحاولوا نفولو هاد structure. شنو غنديرو؟ I have. Déjà I هو subject. donc شنو غيجي معاه؟ have. I have. الكيورد ديال هذيك الكلمات المفاتيح كيجيو ما بين have. Yes, between the auxiliary verb and the past participle. I have never seen هو الباست participle ديال verb see. I have never seen that movie. No, the second sentence they just go home. Just gone. Very good. They donc شنو غيجي مع have ولا has؟ غتجي have because it's plural. They have just gone. يلا مشاو. They have just gone home. Okay. بالنسبة للجملة الأولى I have never seen ملي أنا جامي شفت that movie داك الفيلم. Okay. Third sentence he take the test recently. كنلاحظوا بلي الكيورد recently هي اللي كاينة في التالي، دونك محتاجش نديرو entre parenthèses. شنو غتولي take؟ Teacher. Yes. He has taken the test recently. Yes. he هو subject دونك يجي مع have ولا has. has علاش حيت عندنا he third person singular. he has taken هو ال past participle ديال verb take. دونك كنلاحظوا take ال participle ديالو هو took، اما ال past participle هي taken. هذا عليكم خاصكم تحفظوا ال irregular verbs. he has taken the test recently. Number 4 we not choose a film yet. دونك yet هو ال keyword yet. شنو غنديرو هنا؟ Teacher. Yes. We haven't chosen a film yet. We have yes هو الauxiliary مراه not اللي هي we haven't choose في الباست participle شنو كتقولي؟ chosen yes اللي هي لم نختار الفيلم بعد، يعني ما اختاريناش الفيلم بعد. good. Number 5 this is a question. هنا عندنا question سؤال اللي فيها خصنا نكتبو right verb whatever اللي هي الكيورد و you هو subject. so شنو غتقولي؟ Teacher. Yes. Have you ever written a Yes. song? Have
you ever. Have you ever. الباست participle ديال write هو written. Have you ever written a story؟ يعني واش سبق لي كتبتي شي ستوري، شي استوار، شي قصة. Okay, number 6. The children عندنا الكيورد هي already والverb هو eat. The children, yes. The children have already. have. نعم غنديرو have. دونك children هو subject. القاعدة شنو كتقول have ولا have؟ children راه plural دونك غنديرو have. The children have already Eaten. yes eaten. الباست participle ديال eat هو eaten en على fin eaten all the cake. يعني الأطفال راهم ديجا كلاو الكيك كامل all the cake. So it is clear. Yeah. Yes. Very good. Okay, very good. So كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. كخلاصة عندنا present perfect يعني هذا الزمن present perfect مناش كيتكون لو سوجي بيان سيغ من بعد كنديرو have في البريزنت. شنو هو to have في البريزنت؟ هو have ولا has. من بعد عندنا الباست participle هو التصريف الثالث ديال الفعل. اوكي؟ وما ننساوش الكيوردز هما اللي كيساعدونا باش نعرفوا اش من تاس لانه البريزنت كان تيلوث مثلا تيكون فيه now at the moment. البريزنت simple تيكون always او لا every day every week. simple past اللي هو الماضي البسيط تيكون عندنا مثلا yesterday, last week, last year, last night. Last month. Yes, very good. So the present perfect قلنا الكيوردز ديالهم هما ever, never, since, just, recently, for, Never ever. yes, very good. Okay, that's all.